مين أفضل الدجاج والبيض في أمريكا ولا في البلاد العربية؟ هذا السؤال إجاني على الموضوع الجدلي الداير في السوشيال ميديا اللي هو نظام الطيبات الغذائي وأن الدجاج والبيض مضرات لصحة الإنسان. راح أجاوب عن هذا السؤال في النهاية، لكن في بعض النقاط لازم أحكي عنها. أولا، البيض والدجاج من أهم مصادر البروتينات في العالم وأفضلها. الآن بدي أحكي عن موضوع الهرمونات. الهرمونات ممنوعة قانونا في مجال تربية الدواجن في أمريكا وفي أوروبا وفي البلاد العربية، وأيضا استخدامها مكلف وغير مجدي اقتصاديا للمزارعين، لأنه الدجاج بنمو بسرعة. السلالات الموجودة حاليا بتنمو خلال 6 أسابيع، من 37 يوم ل 45 يوم. الدجاجة بتوصل للوزن المناسب حتى يتم بيعها في الأسواق واستهلاكها من قبل الناس. يعني الموضوع مش مجدي نهائيا. الموضوع الآخر هو موضوع الغذاء والأعلاف للدواجن. مهما يكون العلف والغذاء للدواجن، ما راح يتحول هذا العلف إلى مواد ضارة في جسم الدجاج، راح يقلل من جودة البروتين والدهون في الدجاج، وهذا معروف علميا. النقطة المهمة هي موضوع المضادات الحيوية والأدوية التي تستخدم في علاج الدواجن. لازم يكون في فترة انسحاب عند إعطاء المضادات الحيوية للدواجن. الwithdrawal period هذه بتأخذ تقريبا من أسبوعين ل3 حسب التعليمات الصحية والزراعية. لازم إنه لحوم الدواجن والبيض لا يستهلك في هذه الفترة، لكن في ناس ما بيلتزموا بهذه القوانين وبيبيعوا البيض وبيعوا اللحم في هذه الفترة، وهذا بتسبب أمراض وبتأثر على صحة الإنسان. لازم يتم إتلافها. إذا الدجاج الأمريكي أو الدجاج العربي والأوروبي هو واحد، اللي بيفرق هو التربية والالتزام بقواعد التربية السليمة.